بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معاكم يا جماعة اخوكم مدحت من قناة ابو غابة للاساس الراقي. النهارده يا جماعة احنا جايين لكم بفيديو جديد، لان ناس كتير قوي يا جماعة كلمتني على الكنبة الميكانيزم، تمام؟ الكنبة السرير اللي هي الميكانيزم، وناس كتير قالت لي يا مدحت ايه افضل ميكانيزم في السوق، ويا مدحت انت بتركب الميكانيزم اللي انت بتركبه ده نوعه ايه؟ تمام؟ وايه بتشغل عجل كبير قدام وعجل كبير صغير، ولا بتشغل الاربعه كبار، ولا بتشغل اتنين صغيرين ورا واتنين كبار قدام، ولا بتشغل مثلا صغيرين قدام ولا كبار ورا. فتفاصيل كتير يا جماعه هنتكلم فيها لها علاقه ازاي تشغل الكنبه السرير، تمام؟ واعرفك ازاي تركب افضل طريقه ان انت تركب العجل بتاعهم على ايه وتركبه ازاي. وهنعرف انواع الميكانيزم يا جماعه اللي في السوق بتاعه الكنبه السرير الصحار، اللي هي مش الصحار، الكنبه السرير يا جماعه اللي هي الميكانيزم، الكنبه السرير اللي هي بتخش وتطلع، اللي هي الجديده اللي هي المكنه بتاعتها زي ما انتم شايفينها كده. فهنشرح لحضراتكم يا جماعه كل الانواع وكل حاجه لها علاقه بالميكانيزم الكنبه السرير، تمام؟ وهقول لحضراتكم برضو جايبين جميع نطقم العجل، ادي طقم وده طقم يا جماعه، وادي العجل الفراملي برضو عشان لو انت حابب تشتغل منه برضو. كل حاجه ان شاء الله متاحه، وهنعرفكم على كل حاجه خطوه بخطوه. اتكلمنا كتير، يلا بينا نروح نشوف الفيديو مع بعض. بس قبل ما نروح متنسوناش اللايك، الاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس، ويلا بينا نروح نشوف الفيديو مع بعض. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه زي ما انا فهمتكم، احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه افضل نوع ميكانيزم في السوق. افضل نوع ميكانيزم يا جماعه في السوق هو الميكانيزم البرنس، لان بصراحه دورنا كتير وجبنا جميع الميكانيزمات. انا بصراحه يا جماعه منتجات البرنس كلها سوا في سحاره السرير، المكنه بتاع السرير الباكم، او المكنه السحاره بتاعه الكنبه السرير، تمام؟ البرنس يا جماعه بصراحه عشان نبقى بس عارفين ومتفقين ان البرنس ده يا جماعه حاجه درجه اولى. بصراحه هو صيني، والمستورد بتاعه من هنا من ايه؟ من دمياط. بس بصراحه يا جماعه الميكانيزم ده تحفه. ولازم نعرفكم يا جماعه احنا لما بنيجي نقيس الميكانيزم بتاعنا ايه الافضل فيه وحلاوه الميكانيزم وايه اللي بيعجبك فيها مدحت. اللي بيعجبني فيه حاجه واحده. ايه اللي بيعجبني فيه بقى؟ اللي بيعجبني فيه يا جماعه في الاول وفي الاخر، احنا الميكانيزم ده بيبقى معتمد في الاول وفي الاخر على ايه يا شباب؟ على الحديد، تخانه الحديد بتاعته. يعني كل ما الحديد بتاعه يبقى تخين ومحمل، كل يا شباب ما يخلي لك الميكانيزم بتاعك 10/10 ويستحمل ويشيل. ميكانيزم البرنس ده يا جماعه ميزته انه محمل، يعني تخانه الحديد بتاعته 2 مللي ونص. لو انت معايا في الكاميرا اهيت يا جماعه وركزت، مش عارف هتجيب ولا ايه، 2 سم ونص، 2 مللي عفوا يا جماعه، 2 مللي ونص. وغير كده البرشام بتاعه مظبوط يا شباب، بيبقى البرشامه شمال ويمين، وبيبقى جواها جلبه بلاستيك بتحمي ان الميكانيزم بتاعك لما تيجي تفتحه ولا تقفله تلاقيه بيبقى واخد كل سهوله واخد كل سلاسه معاك وهو بيفتح. اهو يا شباب الميكانيزم اهوت وانت بتشغل اهو، شايفين يا شباب؟ طبعا الميكانيزم ده بيركب بالوضع ده، بتروح انت جاي شادد كده ونازل بالوضع ده كده اهو. بص يا شباب، عشان كل حاجه لها ايه؟ عدلتها، تمام؟ بالوضع اللي انتوا شايفينه ده. كل ما التخانه بتاعته تبقى كويسه، كل ما بيدي لك عمر اطول ويدي لك متانه افضل ويدي لك حاجه كويسه. والحديد بتاعه انتوا عارفين الحديد غالي يا جماعه، فاكتر الميكانيزمات دلوقتي بقوا يخفوا في الحديد. واحنا في الاول والاخر لما بنيجي نشتري حاجه لازم نعتمد على ايه؟ على تخانه الحديد نفسه، لان مهم جدا تخانه الحديد. وزي ما انتم شايفين يا جماعه جودته جميله و10/10. نيجي بقى كده يا جماعه، احنا عرفنا ايه افضل انواع الميكانيزمات. انا بجيب لكم من الاخر، وانا بصراحه كل الانواع اللي قدامكم ديت ميكانيزم الايه؟ البرنس، تمام؟ وعندي برضو الميكانيزم يا جماعه اللي انا جايبه برضو، لان بشتغل بصراحه بمنتجات البرنس دي جميله وبتعجبني جدا، لان الميكانيزم السرير حتى بتاع السرير الصحاره
بنعمله برضه يا جماعه، بنجيبه الميكانيزم. منتجات البرنس بصراحه جميله وعجبتني. نيجي بقى نشرح لحضراتكم ازاي احنا بنشغل. انا عن نفسي بشغل ايه وتقول لي ايه الافضل. بالنسبه يا جماعه للكنبه لما بنيجي نشغلها، في ناس بتشغل العجله الكبيره ديت ماشي بتبقى فين قدام، وناس بتشغل العجله الصغيره ديت اهو. ده كيس طبعا بيجي على بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. في ناس بتشغل العجله الصغيره ديت ورا، وبتشغل ديت قدام في السرير، بيبقوا بالشكل ده. بس بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ دي ارتفاعها 5 سم، لما تيجي تجيب قول له انا عايز 5 سم، ما تجيبش السبعه، الكلام ده السبعه ملهاش لازمه. ماشي، بتجيب ال 5 سم يا شباب. ديت كان في ناس بيعمل شفه زان كده من ورا ويروح مركب عليها، دي تبقى ماشيه على الشفه بتاع الزان ودي ماشيه على الارض. تمام؟ بس مع الوقت وانت بتحمل على الخشب ايا كانت الشفه مع التحميل، وده السرير بيشيل اوزان وناس بتنام عليه، الشفه دي بتتكسر ويصبح كده السرير ايه؟ باظ منك، ومكنه السرير خلاص مش نافعه تاني، لا هتخش ولا هتطلع وخلاص قرفت معاك ولا هيوحد مع نفسه تاني. لان اللي ديت كان اللي شايلها خشب والخشبه اتكسرت، فطبيعي الوضع ما بقاش مظبوط وما بقاش فيه ايه؟ دخول وطلوع. فتقول لي افضل حاجه ايه يا مدحت؟ افضل حاجه لله الحمد يا جماعه بنشغلها بالشكل ده. بنجيب يا جماعه انا زي ما انتم شايفين، لان انا هشغل طبعا، انا جايب العجلتين دول برضه لهم شغل، وجايب 4 عجلات كمان ايه؟ من اللي هو ال 5 سم. تمام؟ انا بشغل ال 5 سم يا شباب، واحده قدام وواحده ورا، واحده قدام وواحده ورا بالشكل ده، وبيبقوا كلهم يا جماعه شايلين على الايه؟ على الارض. اهم حاجه العجله بتاعتك تبقى مشيله على الايه؟ على الارض. يعني العجله دلوقتي شايله على الارض قدامكم اهيت، ماشي يا شباب؟ حملت زي ما حملت بقى اوزان مش اوزان الكلام ده، كده كده انت محمل على الارض على البلاط نفسه. مهما تحط اوزان هي اللي شايل الارض مش اللي شايل الايه؟ الخشب. تمام؟ زي ما انتم شايفين بيبقى 2 قدام و2 ورا بالشكل ده، وبنجيب 5 سم، ولازم طالما هتركب 5 سم تعمل برضو الكعب اللي هتعمله. لو انت هتعمل له كعب زاويه خشب لازم برضو تعمله 5 سم، ولو عملته ازيد نص سنتي او 2 مللي ولا 3 مللي اكتر من العجله افضل برضو وزي الفل. لان ان شاء الله باذنك انت يا رب هشرح لكم عملي فيديو كامل ان شاء الله هسيبه لكم في الوصف، وانا بصنع الايه واحنا بنركب الميكانيزم ده قدام حضراتكم، واقول لكم التجميع وكل حاجه، هوريكم هنركبه ازاي قدام بعض بالظبط وبخطوه بخطوه، ما فيهوش ايه اي مشكله ولا اي تعقيد، وهوريكم برده الطريقه بتاعته. ودي يا جماعه زي ما انا قلت لكم 2 قدام و2 ورا. طبعا العجله دي احنا ما بنسيبهاش، دي طبعا ابو غابه الاساس الراقي برده يا جماعه عملنا لها فكره جميله قوي وطريقه عبقريه، وان شاء الله هتشوفها في الشغل يا جماعه هتتبسطوا منها قوي. طبعا يا جماعه بيبقى فيه خلوص في الدخول والخروج بتاع السرير. فدلوقتي انا بركب واحده شمال وواحده يمين، بس ما بتركبش على الارض بقى، لا ده بتركب في الجنب. يعني العجله دي بتبقى شغاله كده، تمام يا شباب؟ دي شغاله كده مربوطه طبعا في الخشب، ودي بتباب برده في الجنب بتاع الايه؟ الخشب، بحيث وانت بتدخل وانت بتطلع السرير دي بتلف وتيجي، السرير زنق منك كده بتروح العجله داخله وماشيه، زنق كده العجله برده بتمشيه وتخلي السرير ما يزنقش معاك خالص في الدخول والطلوع. الفكره دي برده يا جماعه الحمد لله حصر ابو غابه الاساس الراقي، وهسيب لكم الفيديو برده يا جماعه في الوصف برده، واوريكم الطريقه والشكل واحنا بنفتح ونقفل وكل حاجه. تمام؟ كده يا جماعه احنا عرفناكم طبعا كل حاجه لها علاقه بالميكانيزم، وعرفناكم انهي الافضل وايه يا جماعه الميكانيزم الافضل. وزي ما قلت لحضراتكم هنا يا جماعه بنشغل مكنه السرير اللي هي بتاع الكنبه السرير يا جمااعه بالوضع اللي انتم شايفينه ده، وده العجل اللي احنا بنشغله لكم. او انا جايب برضه لان عندي كنبتين شغالين فيهم بتوع الحاج سعيد، تمام؟ رايحين الاسماعيليه ان شاء الله، فاحنا عاملين يا جماعه العجل بتاعها اهوت كل حاجتها يا جماعه، وادي كمان طقم عجل ان شاء الله باذنك انت يا رب هنوريكم ازاي بنركبها، وهنشرح لكم خطوه بخطوه واحنا بنعمل ايه بالظبط. تمام؟ بس يا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه انزل بقى اعمل لايك واشتراك في القناه، مش خساره في ابو غابه الاساس الراقي. واللي ما يعرفنيش يا جماعه احنا الحمد لله بنعمل محتوى كله اماكن سريه، انزل يا جماعه اتفرج خش في القناه واتفرج يا جماعه اللي بنقدمه. بنقدم حاجات يا جماعه لله الحمد حاجه كفاءه و10 على 10، شغل درجه اولى. يا ريت تتفرج، ولو عجبك الشغل تقول لي تعليق كويس منك، لان الكلمه الكويسه منكم بتدينا يا جماعه طاقه ان احنا نقدر نعمل الافضل والافضل والافضل. تمام؟
خليكم معانا، هجيب لكم برضو الميكانيزم تشوفوه. وده كمان يا جماعه زي ما انتم شايفين ده ميكانيزم الايه؟ البرنس. العلامه بتاعته ايه يا شباب؟ عشان اللي ما يعرفوش اهو دي العلامه بتاعته زي ما انتم شايفين، دي علامه البرنس يا جماعه. ده الميكانيزم بتاع السرير بقى. الميكانيزم ده يا جماعه برضو 10 على 10. اي حد بقى بصراحه منتجات البرنس بصراحه انا مش بعمل له اعلان، بس منتجاته بصراحه انا مش راجل يعني ببيع، انا بصنع، وده شغل تصنيع. يعني الحاجات دي لتصنيع الشغل عندي، بس انا بعرفكم ايه الافضل اللي موجود في السوق زي ما انتم شايفين. تمام؟ عشان بس اعرفكم. وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو بيعجبكم الشغل اللي احنا بنقدمه او استفدت يا جماعه 1%، ما تنسانيش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. الجميل منكم كان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو غابه. يا بخته، واللي شغل ابو غابه هيكون من بخته. سلام.